السلام عليكم ومرحبا بكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيت وجبت لكم هذه الوصفه التقليديه القديمه تاع الزمان تاع المقروط مع جميع الاسرار باش يعني الكل تنجح له الوصفه. تبعوا معايا الطريقه. اول شيء انا نستعمل هاد الدقيق مولا متوسط، ونستعمل تاني تلخشين تاع مولا يجي الباكيت تاعو حمر، نسيت ما صورته لكمش. اذا عندي زوج عبار هكايا تاع سميد متوسط، وزوج عبار تاع السميد هكايا خشين، ملعقه كبيره تاع السكر، نصف ملعقه تاع الملح. نخلط هذوك النواشف كامل. بعد من جهه كنت ذوبت عبار تاع السمن وخليته حتى برد لي، نخليه يقيس زوج اصابع نكملوه هكذا بالزيت. نجي نبسس كامل هذيك السميد تاعي حتى يتغلفوا لي كامل الحبات بهذاك السمن. بعد انايا نحكهم مليح هكا بين اليدين كيما راكم تشوفوا. وانا ما نكذبش عليكم، بيتو ليله كامله راح يدير معاكم فرق كبير، يجي بزاف مبسس ويجي رائع. انا نغطيه ونخليه يبات. من بعد غدوه من داك جبت كيله، هذا هو السر تاع المقروط. كيله بين مزهر ومانس مزهر، انا نقسمها على 3. هذيك الكيله تاع الماء نحط القسم الاول هكايا بوسط الاصابع ندخلو كامل. بعد نخليه حتى يتشرب لي، نزيد نعاود نحل. شوفوا بعد ما شرب لي تفتحوا لي كامل هذوك الحبات تاع السميد. نجيب هنا للقسم الثاني، نزيد نشمخ. هنا خليت القسم الثالث ندخلو كامل في السميد تاعي كيف نخليه يرتاح حتى يتشرب لي. نعاود نفتحه ونكمل هذيك الكميه الثالثه تاع الماء والمزهر. شوفوا بعد ما يتشرب لي كل مرة تلقاو السميد تاعكم زاد الضعف. هنا نكمل هذيك الكمية الأخيرة، ندخلها تاني كامل في السميد بوسطة الأصابع، نخليه حتى يرتاح لي ويتشرب لي حوالي هكا 3 دقائق 5 دقائق. هنا نحي كمية، ويعني تقدروا تشمخوه كامل، لكم الاختيار. انا نحيت كمية نشمخها بالمزهر حتى تكون لي هكا عجينة. نجي نحطها في البلان دو طرافاي ونبدا نشكل ونخدم الحربوش تاعي. هكا نضغط وندور. هنا كنت وجدت العقدة تاع اللوز، درت 3 كيلات تاع اللوز. انا ندير ملعقه فقط تاع السكر لانه المقروط يتعسل، واي حلويات انا ما نكثرش فيهم السكر اللي فيهم العسل او اللي يتسكروا. 3 كيلات لوز، مغرف كبيره تاع السكر، بياض بيضاء، واللم بالمزهر. نشكل هكا حرابيش ونحطهم بجيه. من بعد هنايا نجي نحشي الحربوش تاعي، نغلق مليح ما نخليش الفيد. هنا نجي نضغط باش ما يبقالناش الفراغ بين اللوز والعجينه. نضغط مليح، نسوي الحربوش تاعي الشباب. هنا كنت خليت بجهه كميه تاع السميد، نجي نحطوها هكا على الوجه. هذا المرحلة تخلي لنا الحبة تاع المقروط تاعنا تجي يعني في الشكل روعة وتجي مبسامة من برا. هنا نجي نسوي بالكوبات ونطلع الحربوش تاعي. هنايا بواسطة هاد المول ندير لي زومبرانت باش يجونا الحبات كامل على حبة. نجي نقطع، يعني ننصحكم تقطعوا بهاد الكوبات لانه الشكل يجيكم شباب وما يفسدش معاكم، خير من تستعملوا الموس. هنا نجي نساوي الحبة تاع المقراط. هنا كنت درت الزيت ديجا راهي تسخن لي. نبدا نحط المقراط تاعي لافخيتوز تاعي. هنا النار ديروها متوسطه، ما ديروهاش كبيره راح تحرقه لكم ويبقى خضر من داخل، وما ديروهاش ناقصه يشرب الزيت. انا ندير هاد لو شوك تيرميك، ندخل ونخرج المقراط تاعي نحطو يطيب لي. هنا شوفوا بعد ما يتحمر لي نحيه نقطرو شويه، بعد مباشره في العسل. هنايا نكمل كامل الكميه تاعي نعسلها. هاهي المقروط تاعي بعد ما عسلته، شوفوا ما شاء الله. وانا نستف كامل الحبات في سنيوه
ونعمره بالعسل ونخليه يبات ليلة كاملة. هنا بعد ما بيتو في العسل شوفوا مبسس، ويعني وش نقول لكم، هذه الطريقة بزاف هايلة، جربوها وخلوا لي رايكم في لي كومونتير. سلام.